حاجتين مستحيل أغيّر الطريقة بتاعتهم، وهي الكحك والفايش. الكحك على السُخن بالسمنة البلدي، والفايش بتاعي اللي مستحيل أغيّر أي مقادير أو أي طريقة فيهم، ناجحة معايا 100% بقى لي أكتر من 9 سنين، اللهم بارك. باعمل الفايش بتاعي وباعمل الكحك بتاعي على السُخن مش على البارد خالص وبالخميرة، وبيطلع ما شاء الله ميني كحك كده المرّة دي بس صغنّن كده يا دوبك تاخدي الواحدة على طول في بُقِّك يدوب دوبان. البصمة مستحيل تروح منِّك، هتطلع زي ما هي محافظة على شكلها إذا كان بالمنقاش أو بالبصامة، وهتسويه السِوَى الصح. هاعلّمِك إزاي تسويه السِوَى الصح ودرجة الحرارة المضبوطة للكحك السادة، وإن شاء الله كمان هاعلّمِك طريقة بهارات الكحك، إنِّك ما تشتريش بهارات كحك من برّه. أنا هاعلّمِك الطريقة الصح إن أنتِ تعمليها في البيت، بهارات الكحك بتاعتِك الخاصة بيكِ. ويالّا نبدأ كده بالصلاة على الحبيب ونخش على المقادير. أول حاجة عايزة كيلو نوع كويس من الدقيق، هو أنا باحب بصراحة دقيق الضحى. جبت كيلو كده ونخلته ونزلت 3 معالق من السمسم المتحمص. انتوا شايفين طبعا انا محمصاه قدامكم اهو، فحره كده في النص. ونزلي بقى السمسم عليه بيكنج باودر معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، وطبعا ذره كده من الملح. بس حطي لي الحاجات دي في النص زي ما انت شايفه كده. ليه؟ هقول لك. عايزه بقى نص كوب من الحليب ومعلقه ممسوحه من الخميره. هنا هحط بقى معلقه من بهارات الكحك اللي انا عاملاها واللي هكتب لك المقادير بتاعتها في التعليقات المثبته. نزلت معلقتين من السكر الخشن، وعندي 550 جرام من السمنه المقدوحه اللي بتغلي. 550 جرام سمنه يعني نص كيلو سمنه، ومعلقه كده هرميه. ويفضل طبعا سمنه تكون بلدي عشان تديك الريحه القويه والطعم بتاع الكحك، او ميكس ما بين السمنه العاديه والسمنه البلدي. تمام. دلوقتي نقعد بقى في اهم مرحله للكحك عشان تاخدي النتيجه اللي انت شفتيها في بدايه الفيديو دي. هي بس الكحكايه عايزاكي تبسيها بس كده، يعني فظيع بقى. عجيني فيها على قد ما تقدري، المهم ان انت ما تشوفيش نقطه دقيق واحده. انا خدته كده في العجان، وابتديت انزل نص كوب من الحليب، يعني ايه، معلقتين كده اللي هو احنا عملناه مع بعض بالخميره. وانا محضره نص كوب من الميه، نزلته برضو تدريجيا، يعني اخد معايا نص كوب من الميه ونص كوب من الحليب. تمام. نسيبه ساعتين يرتاح، مش اقل من ساعتين يا بنات، مش هيخمر. بس لازم ترتاح عشان تطلع معاكي النتيجه دي، وما تبقاش واخده معاكي عرق كده وتتعبك في التشكيل. هتفضلي بقى كل شويه تقعدي تفركي فيها والكلام ده لا. هنا لما بتكون العجينه بتاعتك مرتاحه بتشكلي على طول زي ما انت شايفه كده. هنا اديكي نصيحة كده صغننة، ما تشكليش في ايديكي لو هتشتغلي بالبصامة. احنا بنشتغل في ايدينا بالمنقاش، لكن في البصامة بنشتغل في الصاج. كوري على طول وحطي على الصاج. خلي الكورة بتاعت الكحكاية ما تزيدش عن 20 جرام، 25 بتبقى صغننة كده، بتكون حلوة يعني، شكلها حلو. ويعني متوسطة، ولا كبيرة ولا صغيرة. درجة الحرارة بتاعت الفرن لازم تكون لو سادة على 200. يعني ما تدخليش درجة الحرارة بتاعت الفرن. الكحك السادة بياخد 200 درجة حرارة، 200. ولازم الفرن تكون مشغلاها من قبل ما تدخلي الكحك. وبياخد 20 دقيقة معاكي بتطلعيه تلاقيه بالمنظر ده. ولازم تكوني مشغلة عندك المروحة، لو عندك مروحة مش لازم. يبقي في آخر دقيقة كده اديها سيكة كده من فوق عشان تاخد لون ايه على الشوايه، مش اكتر. ولكن لو انت هتعملي بقى الكحك بتاعك محشي عجوه او ملبن، يبقى درجه حراره 180. برضو نفس الكلام 20 دقيقه، مش هياخد اكتر من كده الكحك عشان ما يتشعوطش منك وينشف. كل سنه وانتم طيبين.